نشرة أخبار السعودية نبدأها بالعناوين. الأمير متعب معزز بآلاف من الأمن يعتقلون محمد بن سلمان ويحررون شقيقه الأمير تركي. بعد عزل الملك سلمان وتعيين شقيقه أحمد ملكا، الملك الجديد يثير غضبها لهذا السبب الخطير. الجارديان تكشف خفايا انقلاب القصر الذي أوصل محمد بن سلمان إلى السلطة. السعودية: النظام يبطش معارضيه ويعاقبهم بأحكام مغلظة بالسجن. سكان الجويد بجدة: الحي يغرق من كوب ماء والخسائر فادحة لعدم وجود شبكة تصريف لمياه الأمطار. وننتقل الآن إلى التفاصيل. لم تكن خلافات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ابن عمه الأمير متعب بن عبد الله وليدة لحظتها، ممثلة باعتقال ابن سلمان للأمير تركي بن عبد الله شقيق الأمير متعب قبل أيام، بل هي امتداد لسلسلة خلافات ومؤامرات طويلة بدأها ابن سلمان منذ أن تولى منصب ولي العهد، حين قرر إقصاء وتهميش كافة أبناء الملك عبد الله واستهدفهما دون استثناء، بينما كان للأمير متعب نصيبه من هذا التهميش، حين قرر ابن سلمان إزاحته من منصب رئيس جهاز الحرس الوطني الذي كان يشغلها الأمير متعب لسنوات، وأبلى فيه بلاء حسنا، إذ أصبح الجهاز هو الأقوى والأكثر نفوذا بين باقي أجهزة الأمن السعودية، إذ كان المقابل أن عناصر الجهاز ارتبطوا جدا برئيسهم وأصبحوا يدينون له بالولاء الكامل، حتى أن عزل ابن سلمان له من منصبه لم يثنهم عن الانتماء له، حيث اتهمه ابن سلمان بالفساد المالي قبل أن يزيحه من رئاسة الجهاز، بيد أن أفراد العائلة المالكة في المملكة يدركون جيدا أن ابن سلمان خشى من نفوذ الأمير متعب، لا سيما وأنه بعد وصوله لمنصبه في ولاية العهد استهدف كافة الأمراء البارزين في آل سعود واعتقلهم بعد نحو 6 أشهر من ولايته للعهد في نوفمبر من عام 2017 كخطوة احترازية أراد من خلالها الأخير أن يقطع دابر أي تفكير للأمراء ولو للحظة في محاولة إقصائه، وهو الذي يعلم جيدا أن والده فرضه عليهم تحديدا وأن هيئة البيعة لم تبايعه بكامل أعضائها، وهو ما جعله في حالة قلق دائم من حدوث أي انقلاب ضده لصالح أي أمير آخر يكون أكثر قربا من العائلة، خاصة وأن معظم الأمراء يؤمنون بأحقية الأميرين أحمد ومقرن بن عبد العزيز بالمنصب أكثر من ابن سلمان. يبدو أن السمة الأبرز لعائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية هي الانقلابات داخلها، إذ أنه بعد أن كان قبل نحو 5 أعوام انقلب العائلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز على ابن شقيقه ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، وعزله من منصبه لصالح تعيين نجله الأمير محمد بن سلمان في هذا المنصب المهم الذي يؤهل صاحبه للوصول لعرش المملكة العربية، إذ أن الحساب الشهير مجتهد المعروف بتسريباته كشف اليوم ووفق ما قال أنها معلوماته الموثوقة من داخل آل سعود، فإنه قد جرى ليلة الماضية تنفيذ انقلاب عسكري على الملك سلمان ونجله، بينما نجح هذا الانقلاب أمام عدة تسهيلات جرت للأمير من داخل القصر، في خطوة تشير بأن هناك خيانة تعرض لها العائلة السعودي ونجله ولي العهد لم تكن ضمن اعتباراتهما واحتياطاتهما الأمنية الواسعة جدا. مجتهد كشف عن جملة أحداث جرت وسط تكتيم واسع جدا وحرص كبير من عائلة آل سعود على عدم انتشار التفاصيل حتى لا تستغل أي جهة الحدث وتزيح آل سعود من الحكم، وهي التي يتربص بها الكثيرون، حيث أن العائلة لم تضيع وقتا منذ الليلة الماضية، فبعد عزل الملك ونجله عقدت اجتماعا على أعلى المستويات بين أمرائها البارزين بحضور كافة أعضاء هيئة البيعة، حين تم ترشيح الأمير أحمد بن عبد العزيز ملكا، وهو الأمر الذي توافقت عليه آل سعود بكل أمرائها
ليحدث بعدها ما لم يكن في حسبان العائلة التي ذاقت الويلات بكل أصنافها من ترك الملك سلمان زمام كل الأمور صغيرها وكبيرها لنجل محمد بعد أن عينه وليا للعهد، إذ قام الأمير أحمد بن عبد العزيز بتعيين نجل الأمير نايف وليا للعهد، وهو الأمر الذي أثار غضب أمراء آل سعود الذين اعتبروا في هذه الخطوة تكرارا لتجربة الملك سلمان ونجله المتمثلة بالاستفراد بالحكم، بينما وحسب مجتهد فإن الأمراء قرروا عدم تمرير هذا القرار مهما كان الثمن. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقا موسعا يتناول خفايا انقلاب القصر الذي أوصل ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2017 إلى السلطة في منصب ولي العهد. وكشفت الصحيفة أن ولي العهد السابق محمد بن نايف تم إجباره تحت تهديد السلاح على مبايعة محمد بن سلمان بديلا له في منصب ولي العهد، وذلك بعد احتجازه لساعات طويلة. وبحسب الصحيفة فإن محمد بن نايف تم تهديده باغتصاب أفراد عائلته وحجب دواء ارتفاع ضغط الدم والسكري عنه خلال ساعات طويلة من احتجازه قبل أن يتم إعلان عزله من منصبه. وأضافت أنه قيل لمحمد بن نايف بأنه إذا لم يتنحى عن طيب خاطر من منصبه وليا للعهد فإن وجهته التالية ستكون المشفى. ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر العائلة المالكة أن محمد بن نايف كان خايفا جدا من التعرض للتسمم في تلك الليلة لدرجة أنه رفض حتى شرب الماء. وأبرزت الصحيفة أن محمد بن نايف كان يستعد لتولي السلطة، لكن ابن عمه محمد بن سلمان كان لديه خطة قاسية للسيطرة على الحكم في السعودية. قالت منظمة حقوقية دولية أن النظام السعودي يبطش بمعارضيه ويعاقبهم بأحكام مغلظة بالسجن ضمن سياسته القائمة على حظر حرية الرأي والتعبير. وذكرت المنظمة على حسابها الرسمي في تويتر أن 3 من أبرز معتقلي الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية نالهم بطش النظام. وأشارت إلى أن أحد هؤلاء ال3 الحقوقيين توفي داخل سجنه، وهو الدكتور عبد الله الحامد الذي مات في 24 من أبريل 2020 بعد سنوات من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. والثاني والمعتقل منذ عدة سنوات هو سلمان العودة أحد أبرز معتقلي الرأي في سبتمبر 2017. والثالث وممن نالهم بطش النظام تم إخفاؤه قسريا رغم انتهاء محكوميته البالغة 10 سنوات، وهو الدكتور محمد القحطاني.